تعاونكم معنا ورصد المخالفات ورصد المواضيع اللي يخص المواطن بشكل مباشر. أنا أشكركم وأشكر جهودكم حضرتك وكل من معنا كان في هذه الجولة في أوقات المتأخرة من الليل. جولة تفقدية مع محافظ كركوك السيد ريبار طه. حاليا نحن نتجول في مدينة كركوك مع مدير بلدية كركوك السيد أحمد. جولة على المطاعم والكافيهات اللي ما تلتزم بالنظافة، توعية أهل المطاعم في كركوك والالتزام بالنظافة. هنا المحافظ يلتقي بالمواطنين وياخذ صور تذكارية وياهم. محافظ كركوك برفقة مدير بلدية كركوك. سيادة المحافظ، مهمة مثل هكذا جولات في كركوك، خصوصا في عدد من مناطق كركوك المهمة، وعلى المطاعم برفقة البلدية، وحث المواطنين على تنظيف المدينة وإزالة النفايات وعدم رميها بصورة عشوائية ومحاسبة المقصرين. ماذا يعني لك هذه الجولة؟ يعني بصراحة أشكرك. اليوم حضرتك أيضا تعبت معنا، كان لنا جولة في عدة شوارع في كركوك خصوصا المطاعم والكافتريات. نعم. حبيت أنا بنفسي ألتقي بهم وأطلب من أصحاب المطاعم يتعاونون مع إخوانهم في البلدية من أجل أن نجعل الكركوك أجمل وأنظف. نحن بحاجة إلى عمل مشترك. نعم. والتعاون بيننا وبين القطاع الخاص، بيننا وبين الأهل وأصحاب المحلات، بحيث يتعاونون مع إخوانهم في بلدية كركوك. الآن البلدية تشتغل بنظام شفتين من أجل أن نظافة مدينة. هذني الأمور يخصني بصراحة ويهمني أيضا، وأعتقد هذا واجبي قبل كل شيء. لكن أيضا من خلال هذا المنبر أطلب من أهل كركوك ومن أهلي وإخواني بأنه نتعاون سوية من أجل جمال ونظافة مدينتنا كركوك. ناسنا يستاهلون أن نعمل بجد، وأيضا واجبنا أن نجعل من كركوك بحيث يكون بالشكل يليق بأهلنا في هذه المحافظة الحبيبة. أشكركم وأشكر الإعلاميين وإخواني اللي يعملون في مجال الإعلام والصحافة، أيضا تعاونكم معنا ورصد المخالفات ورصد المواضيع اللي يخص المواطن بشكل مباشر. أنا أشكركم وأشكر جهودكم حضرتك وكل من معنا كان في هذه الجولة في أوقات المتأخرة من الليل. شكرا لك. شكرا. أستاذ أحمد مدير بلدية كركوك، السلام عليكم. عليكم السلام. حلوة هذه الحملة خصوصا بأوقات متأخرة من الليل، وعلى المطاعم اللي مكتظة في مناطق داخل محافظة كركوك، طريق بغداد والألماس. اشتقنا لهذه الحملات، وش راح تكون عندكم خطوات مستقبلية؟ نعم، كما ترون تم إجراء حملات بالتعاون مع كوادر البلدية وبحضور السيد محافظ كركوك المحترم لتبليغ أصحاب المطاعم خاصة في المناطق المزدحمة كطريق بغداد وألماس، منطقة ألماس، ليتم من خلالها تبليغهم بالتعاون مع كوادر البلدية وتغريم المطاعم الغير ملتزمين بالتعليمات والذين يسببون ويشوهون منظر الشوارع برميهم للنفايات في الشوارع بشكل عشوائي. نعم، يعني هذه الحملة مستمرة. نعم، حملاتنا مستمرة ليلا ونهارا. شكرا لك. مهندس موفق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون تشوف التزام المواطنين من جانب التنظيفات، خلينا نقول الحملات اللي تسووها حضراتكم؟ يعني احنا اكو كلام
بدنا نحكيها دائما في كل اللقاءات، لكن ما نعمم على كل الناس وكل المواطنين. للاسف التعاون مو بالشكل المطلوب. صراحه يعني احنا جاي ننظف، جاي نخدم يوميه، ولكن المواطن غير متعاون. تلقي حاويات في المنطقة، لكن النفايات متناثرة حوالي الحاويات. يعني هذا الشيء يعني يدل على انه ماكو تعاون من جانب المواطن او كذلك المحلات او المطاعم. للاسف يعني احنا نوعدهم اذا ينطون اللي عندهم بشكل لائق، يعني التخلص من النفايات، احنا راح نقدم خدمه اكثر، ونوعدهم انه راح يكون الخدمه بشكل احسن والمدينه تظهر بنظافه وبجماليه اكثر. ان شاء الله هذه رساله توعويه وصلت ان شاء الله للمواطنين هلا بالتعاون مع بلديه كركوك. النظافه يعني النظافه للجميع، مو لشخص او لبلديه او لاداره، وانما للجميع. تحياتي لك، شكرا لك.